عليكم. معاكم مروان من قناه خط دفاع الاهلي. انا بصراحه عامل الفيديو ده النهارده عشان مستغرب جدا جدا من طبعا، وكل الاحترام ليه الكابتن حازم امام بصراحه من الزملكاويه المحترمين، اللعيبه المحترمين، سواء كان لاعب او مسؤول، مؤدب محترم، ما بتسمعلوش صوت، مؤدب جدا، اخلاق عاليه، كل الكلام ده حلو. لكن انا عندي تساؤل. كابتن حازم امام انت عضو مجلس اداره في اتحاد الكره المصري. طب تمام، انت ازاي تطلع تنتقد اتحاد الكره وتهاجم لجنه تابعه لاتحاد الكره علشان وجهه نظرك ان هي شايف ان هي جت على الزمالك فريقك السابق؟ الكلام ده كابتن حازم لما تبقى مستقل، لما تبقى حضرتك مش بتشغل اي منصب في اتحاد الكره، منصب بانتخاب. انت راجل دلوقتي الجمعيه العموميه انتخبتك، ومن ضمن الجمعيه العموميه دي النادي الاهلي اللي هو الطرف الثاني اصلا في المشكله وفي الازمه اللي حاصله. ازاي تيجي تاخد صف نادي على نادي تاني؟ معلش مع احترامي ليك، يعني ما ينفعش. ده اسمه تضارب مصالح، اسمها بالانجلش conflict of interest، يعني تضارب مصالح. يعني ما ينفعش ان انت تستغل وظيفتك وتطلع تهاجم لجنه تابعه لاتحاد الكره اللي انت اصلا عضو مجلس اداره فيه. ما ينفعش. لو انت شايف بقى ان في مشاكل او في غلطات او اخطاء اجرائيه او ايا كان، باشا انت تقدم استقالتك امبارح، مش تقدمها دلوقتي. قدم استقالتك على طول يا كابتن حازم، وقول ان انت معترض على السياسات اللي حصلت ومعترض. لكن ان انت تاخد صف نادي على نادي تاني والناديين تابعين لاتحاد الكوره اللي انت عضو مجلس اداره منتخب فيه، لا، ده هنا لازم وقفه. وانا بتمنى ان الاهلي ما يعديش اللي حصل ده مرور الكرام. حق جماهيرك عليك يا اهلي ان انت تتكلم. اداره الاهلي لازم تتكلم في الموضوع ده، لازم بقى تطلع بيان، تبعت استفسار لاتحاد الكره. ازاي كابتن حازم امام اللي هو عضو مجلس اداره اتحاد، مش عضو مجلس اداره الزمالك، يطلع ياخد صف نادي السابق من الاخر يعني على النادي الاهلي، في مقابل ان هو بيعترض على سياسه لمكان هو عضو مجلس اداره فيه؟ بتمنى ان اداره الاهلي ما تعديش الموضوع مرور الكرام. ويعني انا استغربت بصراحه، انا لما قريت الخبر ما صدقتش. ما عنديش مشكله ان انت تبقى لعيب سابق في الزمالك، محلل، اي حاجه محايده، تطلع تتكلم يا باشا، قول رايك براحتك. لكن لما تبقى بتشغل منصب، لا، ده هنا تضارب مصالح. وبتمنى من الاخر يعني من اللجنه الاولمبيه ان هي برضو تفهمنا، يعني هل يجوز ان عضو مجلس اداره يطلع يهاجم اتحاد الكره وياخد صف نادي على نادي تاني؟ فيا ريت يا جماعه فهمونا كده وقولوا لنا، هل ده طبيعي؟ ومع احترامي ليك يا كابتن حازم، وبكرر احترامي ليك، وانت فعلا من اكتر الناس في الوسط الرياضي دماسه في الخلق زي ما بيقولوا، صاحب خلق رفيع ومؤدب ومحترم، وما عندكش مشاكل مع حد، وراجل مؤدب. بس يعني جنبك التوفيق في الموضوع اللي حصل ده. شكرا.